المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في العاصمة السعودية الرياض. إسهام خزانات المياه في التنمية الزراعية بالقاشبركة. تنظيم ورشة عمل لتطوير سباق الهجن. الرئيس الصيني يستقبل نظيره الإيطالي ويوقعان اتفاقات بين البلدين. تركيا واليونان تسعيان لتحسين العلاقات وتخفيف التوترات. فنزويلا وروسيا توقعان اتفاقات عسكرية ونفطية. أهلا بكم. أقام الإريتريون في العاصمة السعودية الرياض مهرجانهم السنوي يومي 7 و8 من نوفمبر تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وافتتح التجمع الوطني السنوي مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق. وقالت القائمة بأعمال السفارة الإريترية السيدة وين جرزجهير في افتتاح المهرجان إن مهرجان هذا العام ينظم في موسم حصاد زراعي مبشر ونجاح أعمال وبرامج إعادة الإعمار الاستراتيجية بعيدة المدى والدبلوماسية الفعالة. وذكر رئيس الجالية الإريترية في الرياض والمناطق المحيطة بها السيد عبد الرحمن إمامه أن المهرجان السنوي يعد منصة للأطفال والشباب للتواصل مع ثقافة وقيم وتاريخ بلادهم. وعقد مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق سيمينارا عن الأوضاع في البلاد والمنطقة والتطورات العالمية، موضحا تجاوز الكثير من التحديات بوعي وصمود. ودعا المواطنين لتقوية الصفوف والوحدة والعمل لإنجاح مهام المرحلة. كما عقد السيد يوسف سيمينارا مماثلا لأعضاء الاتحادات الوطنية. تميز مهرجان هذا العام بعروض ثقافية وتعليمية قدمها طلاب المدرسة الإريترية العالمية بالرياض، ومناشط تعكس تعدد ثقافتنا وتماسكنا ووحدتنا، ومعرض صور يعكس نضالاتنا والتحديات التي تجاوزناها. وقدمت الجوائز على الفائزين في بطولة كرة القدم استمرت لمدة شهر بمناسبة المهرجان. شهد المهرجان حفلات فنية أقامتها الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا والموسيقيين في الرياض. تسهم خزانات المياه المشيدة بسعة تزيد عن 500 مليون متر مكعب في إقليم القاشبركة في توفر المياه والتنمية الزراعية. وأوضح مسؤول السدود في قسم الهندسة الزراعية المهندس كحسا إمباية أن الحفاظ على التربة والمياه بشكل عام وضمان الأمن المائي بشكل خاص هي إحدى المهام التي يتم تنفيذها بجدية، مشيرا إلى أنه إلى جانب السدود الاستراتيجية التي شهدتها الحكومة في كركبة وقرصة وفانقطم وفانقراوي وبدميت وعلى قدر يوجد 30 سدا و146 حفيرا شيد بتعاون وزارة الزراعة وإدارة الإقليم وقوات الدفاع والشعب. وأضاف أن إجمالي المحتوى المائي للسدود الاستراتيجية المقامة على مستوى الحكومة لتطوير الزراعة الحديثة يقدر بحوالي 500 مليون متر مكعب، إضافة إلى السدود المشيدة للتنمية الزراعية المصغرة والحفائر في المرعي. وقال المهندس كحساي إن الخزانات ساهمت في تنمية المياه الجوفية وحل مشكلة نقص مياه الشرب للإنسان والمواشي. وتفيد المعلومات عن وجود برنامج لبناء سدود صغيرة في مديريات لوقو عنسبة وملقي ومنصورة. نظم الاتحاد الوطني لسباق الهجن ورشة عمل يوم 8 من نوفمبر في أسمر لنهضة وتطوير سباق الهجن في البلاد. وأوضح مفوض الثقافة والريادة السفير زمدة تخلة في الورشة أن جهود محدودة ظلت تبذل لجعل سباقات الهجن الذي يعتبر من تراثنا جزءا من الأنشطة الرياضية الوطنية. وذكر المشاركين لتعزيز المساهمة لتطوير سباق الهجن وضعا في الاعتبار الموارد الموجودة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لسباق الهجن السيد صالح أبو بكر إن الورشة هي استمرار للعمل الذي يقوم به الاتحاد الوطني، وذكر أن هذه المناسبة ساعدت في رسم خطة استراتيجية من خلال التقييم الدقيق للأنشطة والتحديات على أرض الواقع، فضلا عن وضع الرياضة وتطورها على المستويين المحلي والعالمي. وطرح المشاركون ضرورة توسيع أنشطة سباقات الهجن التي تقتصر على مهرجانات محدودة، والعمل بجدية على توفير الموارد والقدرات في الأقاليم، وإعداد قواعد وإرشادات لتطوير القطاع من نشاط تقليدي إلى رياضة حديثة، فضلا عن إرساء بنية تحتية للسباقات والقيام بأنشطة توعوية لزيادة ترسيخ المعرفة والوعي لدى المجتمع الرياضي. وقال الزفير زمد تخلي في ختام ورشة العمل إن الورشة ستلعب دورا ملموسا في التطوير المستقبلي للرياضة، داعيا الدفع بأعمال الدراسات والاستكشافات التي بدأت. نظم المختبر الوطني للصحة الحيوانية والنباتية دورة تدريبية من 4 إلى 8 نوفمبر في أسمر، وقد جرى ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول علم الأمراض الوبائية والوسائل المتطورة لإعداد التقارير. تضمن التدريب النظري والتطبيقي أهمية إجراء الدراسات الوبائية وطرق مكافحة الأوبئة وجمع البيانات والأساليب المتطورة لتقديم التقارير، وكيفية التعرف على الأمراض الوبائية والوقاية منها. وذكر مدير المختبر الوطني لصحة الحيوان والنباتات بوزارة الزراعة الدكتور إفريم جبر مسكل تقديم معلومات حول الاحتياطات التي يجب على المهنيين اتخاذها قبل تفشي الأمراض الحيوانية الوبائية. وقال مستشار وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المختبر الوطني للصحة الحيوانية والنباتية السيد أمان النجاسي إن التدريب سيسهم في السيطرة على الأمراض الوبائية والقيام بالفحوصات المخبرية. وقال ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إريتريا الدكتور ميكائيل جبرهيوت إنه ينتظر من المتدربين المساهمة بشكل كبير من خلال تحسين كفاءاتهم وقدراتهم، مشيرا إلى أن العمل لن يكون مثمرا دون إعداد التقارير المرتكزة على المعلومات الوافية. وأفاد النيجيريون المشرفون على التدريب أن تبادل الأفكار مع المهنيين الإريتريين أثرى التدريب ومنحهم الرضا. شارك في التدريب خبراء من وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الثروة البحرية وكلية الزراعة في حمل مالو. دشن في 7 نوفمبر السد في مدينة أفعبت شيد بتكلفة حوالي 5.4 مليون نافة بالتنسيق بين إدارة الإقليم ووزارة الزراعة وشركاء العمل. وأوضح مدير مدينة أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في مناسبة التدشين التي حضرتها حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام وقائد قيادة الجيش الشعبي العميد تخلى لبسو وقائد هيئة قيادة الجيش الشعبي العميد ميكائيل هنسة أن السد الذي لديه القدرة على تخزين 300 متر مكعب من المياه سيعمل على زراعة 500 هكتار من الأراضي وتوفير مياه الشرب. ووجه الشكر لأعضاء مركز أيداب للتدريب العسكري والفرقة العسكرية 30 والشعبي وشركة عدهلو على مساهمتهم في إنجاح المشروع. وقال مدير إدارة ضاحية شابيت السيد محمد علي صالح إن السد سيساهم بشكل كبير في تأمين المياه وتعزيز الأنشطة الزراعية. وشهدت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام بالإجراءات المتخذة للتخفيف من نقص المياه في المنطقة، وحثت المواطنين على ترشيد استهلاك المياه. وفي الختام تم توزيع الشهادات التقديرية على الجهات المساهمة في إنشاء السد. وبدأت أعمال بناء السد في منطقة أسقاق بإدارة ضاحية شابيت أواخر شهر مايو 2023. أفاد الخبراء بأن الأبحاث الزراعية في نقطة شامبيقو تسهم كثيرا في إنجاح الأنشطة الزراعية. وأوضح مسؤول النقطة السيد ملس جبرس جابهير أن الأبحاث تجري في الخضروات والفواكه والبقوليات والذرة والأشجار وتهجين أبقار الألبان وإنتاج بذور الذرة المتماشية مع مناخ وتربة المنطقة وتتحمل الجفاف. ودعا المجتمع والمزارعين خاصة للاستفادة من نتائج الأبحاث الزراعية. استشهد في 8 نوفمبر المناضل برهان حقوسكا حساي عن عمر ناهز 82 عاما جراء مرض ألم به.
التحق المناضل البرهاني بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر سبتمبر عام 1975 وخدم في جهات الإمداد والتسليح ومفوضية الإمداد واللوجستيك في الفيلقة 491 بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الشهيد برهاني حقوس متزوج وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانها الثروة عصر اليوم السبت 9 من نوفمبر في مقبرة الشهداء في دك أمحرم. وتعرب وزارة الدفاع عن حزنها لاستشهاد المناضل برهاني حقوس كحساي، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في إطار زيارته الرسمية إلى الصين التي تستغرق 6 أيام. وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية أن اللقاء بين الرئيسين تضمن إجراء محادثات وعرض نتائج المنتدى الثقافي الإيطالي الصيني، فضلا عن توقيع اتفاقيات بين البلدين. وقال الرئيس الإيطالي في تصريح صحفي إن التغيرات الكبيرة والسريعة والتحديات الكبرى للإنسانية تتطلب الاتفاق من أجل رؤية مشتركة، مؤكدا على العلاقات الثنائية بين إيطاليا والصين والرغبة في التعاون المتزايد. التقى وزيرا خارجية اليونان وتركيا في أثينا في خطوة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات المتزايدة بين الجارتين اللتين طالما تنافستا على قضايا تتراوح من النزاعات البحرية والإقليمية إلى موارد الطاقة والهجرة. وأعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عقب الاجتماع عن تفاؤله بتحسين العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن التعاون يزداد قوة يوما بعد يوم. ورغم ذلك أقر فيدان بوجود تباينات في وجهات النظر حول بحر إيجي، مشددا على أهمية تحديد القضايا بواقعية. وبدوره أشار وزير الخارجية اليوناني إلى استمرار الخلافات حول كيفية ترسيم الحدود البحرية، وأكد أن القضية رغم صعوبتها ستتم مناقشتها مجددا خلال اجتماعات الشهر المقبل. وتأتي هذه المحادثات عقب سلسلة من اللقاءات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار مبادرة انطلقت في عام 2023 لتعزيز العلاقات وتجنب الأزمات. وقعت فنزويلا وروسيا الحليفتان المقربتان اتفاقات عسكرية في كاراكاس، خصوصا في مجالات الاستخبارات ومكافحة التجسس وفي قطاع النفط. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال حفل في القصر الرئاسي في كاراكاس عقب الاجتماع بين مندوبي البلدين الحليفين بهذه الاتفاقات والعقود التي وقعناها نختتم ونعزز مسار الاتحاد والتعاون بين روسيا وفنزويلا لبقية السنوات المقبلة، ومن الآن وحتى عام 2030 وما بعده. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرتشينكو قد أكد في وقت سابق استعداد بلاده للاستجابة بالكامل لاحتياجات القوات المسلحة الفنزويلية من خلال تزويدها أسلحة ومعدات عسكرية أكثر تطورا، وفقا لترجمة تصريحاته التي بثها التلفزيون الفنزويلي العام. وتشمل الاتفاقات 17 التي تم توقيعها وثيقة التعاون بشأن استخدام الطائرات من دون طيارة وقضايا الاستخبارات ومكافحة التجسس. أصدر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قوانين تحدد المياه الإقليمية للفلبين وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قويا من الصين التي استدعت السفير الفلبيني. ويحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق، كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي. ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية لاستخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية دون المساس بالأمن القومي، وفق تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.
وعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين المجلس الوطني للشعب عن إدانته الشديدة لهذه القوانين قائلا إنها تشكل مساسا بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. من جانب آخر استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين لتقديم احتجاج رسمي فيما يتعلق بإقرار هذه القوانين. نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في العاصمة السعودية الرياض. إسهام خزانات المياه في التنمية الزراعية بالقشبركة. تنظيم ورشة عمل لتطوير سباق الهجن. الرئيس الصيني يستقبل الوزير الإيطالي ويوقعان اتفاقات بين البلدين. تركيا واليونان تسعيان لتحسين العلاقات وتخفيف التوترات. فنزويلا وروسيا توقعان اتفاقات عسكرية ونفطية. انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.